يلا احمد. Both spicy, right? ثلاثة وعشرين. قلبي قلبي ماما. يلا ماما خلص هات. يلا اشرب. يلا ماما خلص هات. يلا اشرب. Subject. No, 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 no. We are winner. Winner si 3. Yeah. Category, ah. Not 3, 5. How come 5? What is that to what? Messaging, dude, WhatsApp. What's going on? I will tell Patricia, you know. Which one? BTS got the clip, right? Then, Canteen. Then that, BTS. Another unisex? Mama.
أهلا وسهلا فيكم متابعيني ومتابعاتي العزيزات. أهلا وسهلا بكل اللي منضم لنا أو انضم لنا من جديد، وأهلا وسهلا بالمتابعين والمتابعات القدامى، وأهلا بكم كلكم. واليوم راح أكمل معاكم فلوج المشتريات اللي نفس ما شفتوا كنا اليوم في المول. طلعت الأولاد، تغدينا وتمشينا شوية وتشرينا حق البيبي خلودي. قاعدة أجهز له شوية أغراض يعني للشتاء. نحنا تقريبا باقي بس شهر ويدخل عنا فصل الشتاء اللي هو راح يكون بارد، وبتعرفون انه الأولاد في فصل الشتاء بسرعة يمرضون، فلازم نختار لهم أشياء حلوة ومفيدة ودافية وأسعار حلوة. أكيد الأم دايما تفكر في الأسعار وتفكر في الكمية اللي راح تقدر تشتريها بالمبلغ اللي عندها. اليوم راح أكمل معاكم أو راح أراويكم المشتريات اللي أخذتها الخلودي من البيبي من محل الأطفال اللي شفتوني في المول مع أولادي. راح أراويكم أول شيء هذا اللي أخذته الخلودي حق النوم، عجبني، صوف دافي. حتى الإيدين شوفوا عجبتني حركة الإيدين، يعني حتى الإيدين في الليل ما راح تبرد. أخذته إياه كامل، أسعارهم كانت معقولة إلى حد ما لأنه ما كانش في عندهم عروض، فأنا شفت الأشياء اللي تناسب إمري وأخذتها. وغير هذا أنا طلبت له من موقع من النت، راح أراويكم الأغراض اللي طلبتها بعد. هذا أخذته له، عجبني الكواليتي مالته، عجبني إنه من داخل قطن، بس ما انتوا تشوفوا قطن. فأنا يوم أشتري أغراض أو ثياب خاصة ما أشيل منها ولا شيء، مثل ما انتوا تشوفوا ما أشيل منها أي شيء، راح أخليها نفس ما هي، عشان إذا كانت صغيرة أو ضيقة أو مش مقاس أولادي أردها بسرعة وسهولة، يعني بسهولة يردوا لي إياها أو يغيروا لي إياها. أخذت له مع هذا البنطلون، عجبني اللون فأخذت له إياها معاها. صراحة كانت مضبوطة على خلودي بس شوية طويلة، ما عليه وراح يكبر. دايما أنا أخذ له شوي أكبر من عمره عشان كل ما يكبر كل ما يستخدمه أكثر. هذا شيء ثاني. أخذت له بعد هذا البنطلون، عجبني حق الشتاء. أخذت له مع هذا القميص مثل ما انتوا تشوفوا، هذا يليق معاه جاكيت. بغيت أخذ له جاكيت جلد ما حصلت، كانوا بعدهم ما جابوا، فراح استنى. وأخذت له كمان هذا البنطلون، أخذت له هذا البنطلون كان عليه مضبوط ما شاء الله عليه. وصراحة هذا بغيت ألبق معاه أو أطقم معاه هذا القميص اللي أخذت له إياه من موقع من الإنترنت، يعني أغراضهم وايد حلوة عجبتني. هذا مع جاكيت، أشوف له جاكيت جينز، أظني راح أشوف له جاكيت جينز ويلبسهم. وأخذت له بعد من محل الأطفال، أخذت هذه هذا الطقم أو هذا أي طقم من الدلاقات أو سوكس أو الشوسات أو قاشر اللي احنا نسميها. عجبتني وعجبني اللون مالها، يعني أبيض على جري على أسود، حلوة حق ميكي ماوس. هذا اللي كنت أخذتهم من محل الأطفال. راح أراويكم الحين اللي أخذتهم من موقع من الإنترنت. أخذت له صراحة أخذت له في أشياء يعني أكبر من عمرها، شفتها بسعر حلو فأخذت له إياها. راح أراويكم إياها آخر شيء وبنعطي بعض النصايح. أخذت له هذا القميص، هذا من الموقع. أخذت له هذا طقم صراحة، بنطلون وجاكيت وقميص. أخذت له هذا قميص اللي هو نص كم، وأخذت له قميص كم طويل. هذا هو الجاكيت، هذا هو الجاكيت، يعني راح يلبسهم مع هذا القميص إن شاء الله، يلبسهم بصحة وعافية علينا وعليكم وعلى أولادكم يا رب. كذا راح يكون الجاكيت. وهذا القميص الثاني، يعني إذا كان الجو بارد يلبس مع هذا، وإذا كان الجو دافي في النهار يلبس مع التيشيرت. وهذا هو البنطلون ماله، عجبتني هاي القصة، يعني حلو، عجبني دافي.
واخذت له بعد نفس الشيء، اخذت له هذا القميص او هذا الجاكيت مع بنطلون جينز مثل ما انتم تشوفوا. هذا البنطلون الجينز او راح يلبسها بعد مع قميص ثاني. لحظة بس اشوف ايه مع هذا القميص، اطقم له مع هذا القميص. بس ما انتم تشوفوا انا دايما اقول لكم انه انا ما اشيل ولا شيء لين ما اقايس على اولادي، ما اشيل ولا شيء منهم لين ما اقايسهم على اولادي، عشان اذا كان في اي مشكل ولا شيء اقدر اردها بسهولة. واخذت له هذا الشوز نفس الشيء عشان يطقمها معاه. واخذت له بعد شيء ثاني، اخذت له قميص وجاكيت. في جاكيت بعد، وين الجاكيت؟ اي هذا بس اوريكم الجاكيت. لا حول ولا قوة الا بالله. اخذت له هذا الجاكيت بعد. شوفوا دايما انا اخذ حق الشتاء، دايما اخذ اشياء مفيدة ودايما تكون بالراس عشان البرد في الليل، لانه بنطلع اكثر شيء خاصة في الاحتفاليات وفي المهرجانات نسهر لين الليل، فهي اكيد راح يكون الجو بارد. فاخذت له هذا مع هذا، يا اما البسه هذا مع هذا، هذا البنطلون مع الجوتي او الشوز او هذا، او البسها مع هذا، او يلبس هذا مع هذا كذا او كذا، يعني كلهم اقدر يعني العب في الطقم، يعني اطقمهم كيف ما اريد هذيلا. واخذت له بعد هذا الطقم، اخذت له هذا الطقم عجبني صراحة مع هذا البنطلون. هذا طقم كامل مع بنطلون. واخذت له بعد هذا حق هذا بس هودي بس يلبسها مع اي شيء، جينز باخذ له مع عنده جينز اسود باخذ له معاه جينز. واخذت له هذا الجاكيت صراحة عجبني وايد مفيد حق الشتاء. شوفوا كيف قطني دافي. اخذت له هذا، كنت فتحته عشان اجرب له اياه كذا بيكون. عجبتني تدرج الالوان اللي فيه حلوة. هذا اخذت له اياه. واخذت له هذا شوي خفيف يعني بس حق النهار، حق طلعة النهار، اذا كان في عندنا موعد في المستشفى او طلعة خفيفة او روحة على المول خفيف. واخذت له هذا جاكيت نفس الشيء، بيلبس مع اي شيء، مع بنطلون جينز او مع بنطلون نفسه، كلها قطن. عجبتني خامته كلها قطن. واخذت له بعد هذا البنطلون بس ما حصلت له جاكيت. اشوف بروح ما اعرف هذا ايش، فاروح المحل واشوف له الجاكيت او اشوف له قميص يكون شوي او هودي يكون حلو عشان اطقمه معاه. واخذت له بعد هذا حلو حق البرد شتوي، صوف كله قطن. صراحة اشياء الاولاد وايد حلوة وروعة تجنن. اخذت له بعد هذا الطقم من بوما، قميص مع بنطلون. انا افضل انه دايما اخذ لهم مقاس كبير لاولادي عشان يلبسوا فيه. اخذت له هذا الهودي بعد، يعني للشتاء خاصة ان احنا طلعتنا هنا في الليل يعني نروح المهرجانات وهذا هو اللي يفيد. اخذت له بعد هذا الهودي. هذا ما لقيت له بنطلون، بشوف له بنطلون اذا لقيت او البس له اياه مع جينز. او اخذت له هذا الطقم بعد نفس الشيء خفيف يعني مش ثقيل لهناك مع انه قطن. واخذت له هذا الهودي مع البنطلون ماله حلو
سبورت. وراح نروح لأشياء أخذتها خفيفة ظريفة حق الشتاء، حق الصيف، كانت أسعارها حلوة، راح أشوفها معاكم. أخذت له هذا الطقم، هذا من عمر كبير، أخذته 4 سنين، كان عجبني لأنه ما حصلت قياس زي خالد، فأخذت له هذا الطقم. هذا الطقم صراحة يوم يكونوا أسعارهم حلوة وعروضهم حلوة، حتى إذا ما لقيت مقاس ابني باخذ مقاس أكبر، يعني الأولاد بسرعة يكبرون. طقمت له مع هذا الشوز، كان عجبني، تقريبا يركب معاه. وأخذت له بعد إيش أخذت له بعد نفس الشيء هذا الطقم، أخذت له هذا الطقم بعد نفس الشيء 4 سنين عشان يغير يبدل بينهم، يكون كذا حلو. عجبتني الألوان وكلها قطن، بس مثل انتوا تعرفوا هنا انه الجو حار ورطوبة في الصيف، فالشيء اللي ينفع هو قطن. أخذت له هذا حلوة، يعني يلبسها في الصيف حلوة. أنا ما أشيل ولا شيء لين ما أتأكد إنه من مقاسات أولادي. شو كنت بعد أبغى أقولكم؟ وأخذت له بعد هذا التيشيرت، يعني هذا بأخذ لهم شورتات وهذا في الصيف يلبسها معاهم في الصيف، يعني أشياء إذا لقيت شيء اللي فوق لازم أدور على الشيء اللي تحت. حلو عجبني. أخذت له هذا بعد نفس الشيء، عجبتني قصته وألوانه حلوة، حتى من ورا شوفوا ما شاء الله حلو. أخذت له بعد هذا مع شورت مع شورت أحمر أو مع شورت أسود مع الجوتي ماله، أقدر أطقمهم مع بعض. وأخذت له بعد هذا القميص، يعني كانت أسعارهم حلوة صراحة ما تتفوت، فبغيت أستغل الفرصة. وأخذت له بعد هذا الطقم، يعني مقاس شوي كبير ما عليه، يوم يكونوا فيها عروض ويكون فيها هذا، فأبغى أستغل الفرصة صراحة، بالرغم إنه مقاسات كبار، فأبغى أستغل الفرصة ويكون عندي يعني كيف أتصرف يوم يكبر الولد، يكون عندي دايما احتياط، لبس احتياط. هذا القميص لقيته بس بروحه فأخذته. هذا بعد نفس الشيء، هذه التيشيرتات حق الصيف، يعني يوم يكبر من 2 3 سنين 4 سنين حلوين. واهم شيء الكواليتي مالتهم كلها قطن، هذا هو الشيء اللي خلاني اشتريهم بالرغم من انهم شوي يعني مش مقاسة، كلها قطن. اخذت له بعد هذا، اخذت له هذا خفيف، اخذت له هذا شيء خفيف سبورت. واخذت له بعد هذا نفس الشيء، يعني اشياء خفيفة، اهم شيء الكواليتي تكون حلوة ويكون قطن. صراحة يوم يكون تكون العروض، هذا بعد عجبتني الالوان اللي فيه، تدرج الالوان حلوة. والنصيحة اللي بغيت اعطيها لكم، يعني حتى اذا كانت الاشياء مش مقاس اولادكم وكانت عليها اسعار حلوة، عادي تاخذونها نفس ما انا سويت. هذا تقريبا عمر 6 7 سنين، لقيته سعر وايد حلو فاخذته. شوفوا ما شاء الله كيف ثقيل، يعني حتى اذا ما تعرفون يمكن يجي حد عندكم ما في عنده لبس ولا شيء، يعني تقدرون يعني تفيدوه، ما عليه يعني صدقة. او اذا سافرتوا
تقدرون تاخذون هدية، أو إذا ما سافرتوا ولا أحد كان في البيت يعني جاء عندكم ضيف فتخبونه حق أولادكم. الأولاد بيكبرون بسرعة. فأخذت له أنا هذا الطقم، وأخذت له بعد هذا الطقم. هذا طقم كبير تقريبا أظني 4 أو 5 سنين، 3 4 سنين أخذت له إياه، لأنهم أسعارهم حلوة. وصراحة هذا الفرص يعني ما راح نحصلها كل يوم، خاصة في هذه الماركات. فأنا أخذتهم. دايما أحط أشياء كبيرة في كبت أولادي، يعني مش مقاسهم، مش بالضرورة يكون مقاسهم، أهم شيء تكون كواليتي حلوة ويلبسونها، تكون قطن يفيدهم يعني من كل شيء. يعني ما لا سمح الله ما يعرف الإنسان ظروفه كيف بتكون، فأكيد لازم يكون عنده قطعة أو قطعتين أو 3 أو حتى 5 قطع زيادة في الكبت لكل واحد من أولاده. الأولاد بسرعة بيكبرون، والفلوس يعني تروح وترد، والإنسان يوم يسوي نفس ما نقوله يغتنم الفرص، فيكون شيء مفيد للأم، وما راح تفكر إنه كيف راح تلبس أولادها، ولا كيف راح تغير لأولادها، ولا شو راح تلبس أولادها. كانت هذه هي النصيحة اللي أبغيت أنصحكم إياها. فأشوفكم إن شاء الله في فلوج جديد، وفي طبخات جديدة، وفي طلعات جديدة. ولا تنسون انه تشاركون الفيديو هذا مع كل الاهل والاحباب والاصحاب. وشكرا لكل من يتابعني وقاعد يدعمني ويسأل عني اذا تأخرت في تنزيل الفيديوهات. شكرا لكم كلكم، والقاكم في فيديو جديد جاي ان شاء الله. مع السلامة.